1/5 سنة 2022، واليوم ده كان بيوافق آخر يوم في شهر رمضان. ووقتها كنت زي حالتك بالظبط، عندي تراكمات كتير، ولكن كان كله بالنسبة لي كوم، والفيزياء الحديثة كانت كوم تاني خالص. لأن أنا كنت مراقبها بشكل مش طبيعي. يعني أنا كل فاكره منها إن كان في حاجة اسمها ضوء وحاجة اسمها طيف. أنا أصلا اللي كان عندي إحساس وقتها إن أنا ببقى قاعد في الحصة. وكنا وقتها الحمد لله مخلصين الفيزياء، وكنا الحمد لله خدنا أجازة العيد وقتها. فقلت بس دي إشارة من ربنا، أنا هقعد ال3 أيام دول أعتكف على الفيزياء الحديثة. وبمجرد انتهاء ال3 أيام بتوع العيد الحمد لله خلصت الفيزياء الحديثة حلا ومراجعة وحفظا وكل حاجة انت عايزها. هتقدر تقول كده ربنا سبحانه وتعالى كرمني وخدت التراكمات في جيبي. وانا جاي النهارده باذن الله في الفيديو ده عشان ناخد التراكمات في جيبنا. ايوه ناخد، عشان انا كمان عندي كميه تراكمات في كليه الطب دلوقتي، اندوكراين وريبرودكتيف. باذن الله نخلصهم مع بعض ونخلص كل حاجه في المعسكر اللي جاي ده. فركز عشان اللي جاي معمول علشان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخبار عامل ايه؟ معاك زياد السيد، اهلا وسهلا، تشرفنا. علشان المعسكر ده يكون فعال لازم ابدا معاك بدايه مهمه جدا. من اول ما سيادتك دخلت ثالثه ثانوي، وبدايتك وقتها كان كلها حماس وشغف، واللي صور مجدي يعقوب متعلقه في الحيطه، واللي اشترى بالطو، واللي اشترى مسطره حرف دي. فكرنيش بالحاجات دي يا عم زياد، ظهرت شبابي اللي راحت في ثالثه ثانوي. لطلب الثانويه العسل، انا النهارده مش جاي اقلب عليك المواجع خالص، بالعكس انا جاي اثبت لك بس ان كل الحاجات اللي انت كنت فاكر انها تحفزك طلعت دلوقتي بلح. طب وبعدين يا دكتور زياد؟ يعني دلوقتي مش هتحفز خالص؟ لا دي الحاله متاخره كده يا دكتور. في حاجه واحده بس هي اللي تحفزنا في الوقت الحالي. ايوه هتحفزنا، انا برضو ما ذاكرتش يعتبر من نص رمضان. هي المسؤوليه. في مقوله عظيمه بيقولها الاستاذ صلاح بالمجد، وهو بيقول لك ان الشغف بيحرك الهواه، بينما المسؤوليه بتحرك المحترفين، والفضول هو اللي بيحرك العباقرة. احنا مش عايزين نبقى هواة، وحاليا مش عايزين نبقى عباقرة، احنا دلوقتي عايزين نبقى محترفين. وفي حالتك انت في ثالثه ثانوي، فالمسؤولية اللي فعلا هتحركك دلوقتي وهي انك لازم تعرف انك الوحيد المسؤول عن انك ترفع راسك يوم النتيجة. لازم تحط في دماغك ان الشخص الوحيد المسؤول عن مجموعك في الثانوية هو انت، ان محدش تاني هيساعدك غير نفسك. عايزك كمان تعرف ان انت الوحيد المسؤول عن يوم النتيجة، في ان هل هيبقى يوم النتيجة الناس جاية وفرحانة وبصغاريت شغالة والاغاني شغالة، ولا برضو نفس الناس هتبقى جاية ولكن جاية تواسي، ومنهم طبعا اللي جاي يشمت. والحقيقة ان معظم الناس دايما بيكون عندها لبس في الحتة بتاعت السعي والنتيجة. فانا النهارده عايز اوضح لك اللبس ده من واقع كتب الدين، ومن واقع علم النفس، ومن واقع اي حاجة انت هتقابلها في حياتك في الموضوع ده بالذات. الحقيقه ان النجاح ده عامل زي العمله بالظبط، زي الجنيه. دلوقتي العمله بيبقى ليها وش وظهر، فانت عندك الوش بتاعك هو موجود في قلبك، واللي عارف ومسلم ومتاكد ان النتيجه بتاعتك او ان الكليه بتاعتك او اي حاجه هي مكتوبه اصلا من قبل ما تتولد، وهي موجوده ومستنياك، ورزقك هو اللي هيجي لك دايما. فهو ده المنطق او الكونسبت او المبدا اللي انت حاطه في قلبك هو. اما بالنسبه للوجه التاني، فهو ان حضرتك دلوقتي باقي عقلك وجسمك وكل جوارحك هي ماشيه بمبدا ان هي اللي هترزق نفسها. لو ما اشتغلتش وما رحتش اجيب اكل وشرب هموت من الجوع والعطش. يا دكتور زياد انت حفزتني جدا، هنعمل ايه في المعسكر؟ اول حاجه في المعسكر يا طالب الثانويه الجميل، عايزك تفهم وتبقى واثق ومتاكد من كرم ربنا سبحانه وتعالى، وان ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك ويعينك ويوصلك اللي نفسك فيه واحسن كمان. ربنا دايما واقف في صفك، وربنا ده ارحم بيك من والدك ووالدتك. نشوف اداك ايه من جسم، من عيله، من كل نعمه انت فيها وما تقدرش تعدها من غير اصلا ما تطلب منه، ما بالك بقى لو طلبت منه. طالما الامتحان مش دلوقتي او بعد شويه، فصدقني لسه في وقت، لسه في والله. ولو معلومه واحده ممكن تدخل بيها الامتحان تلاقيها اول سؤال في الامتحان، وهي ما حصلت معايا، وهي ما هتحصل معاك، وهي ما بتحصل مع اي حد. اما بالنسبه لتاني حاجه، هي إني عايزك تبقى او تبقي راجل بمعنى الكلمه. يعني من اول لحظه في المعسكر لاخر لحظه في المعسكر انت جايب اخرك، واي لحظه انت هتحس فيها انك بدات تقع او بدات الدنيا تروح منك طبيعي، وهيحصل جدا. ما فيش حد هيبدا ستريت خط مستقيم ال10 ايام، لا هيبقى فيه اوقات تحس نفسك بتقول لك يا عم كفايه بقى، ريح واعمل وسوي. افتكر انك انت المسؤول انك ترفع راسك وراس اهلك وتفرح نفسك وتفرحهم كلهم وتفرح كل الناس اللي بتحبك يوم النتيجه. اما بقى بالنسبه لتالت حاجه عايزك تعملها، وهي انك تبدا تشرك معاك ناس تانية. اول ناس عايزك تشركهم معاك في المعسكر ده، ولازم يعرفوا انك فعلا داخل على موضوع محتاج متابعه ومحتاج تبذل فيه مجهود رهيب، هم اهلك. حد عايزك تشاركه كمان هيبقى صاحبك المقرب الانتيم بتاعك، يعني بحيث دولتين تشدوا من ازر بعض في الفتره اللي جايه دي. وعايزك في الفتره دي بجد تطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يساعدك ويعينك ويوفقك ويبارك لك في الوقت. اطلب من اهلك كمان ان هم يبداوا يدعوا لك، لان والله كل دعوه بتقربك من حلمك اكتر. طيب يا دكتور زياد، انا كده عرفت كل الارشادات واللوائح بتاعه المعسكر. طيب ها النظام هيمشي ازاي واليوم هيمشي ازاي؟ عشان ايه خلقي ضيق والحماس بدأ يروح. زهقت مني يا طالب الثانويه اللذيذ، وانا اللي قاعد ادلعك اللذيذ والعسل والجميل. طيب يا عم مقبوله منك.
اول حاجه لازم تفهمها في المعسكر وهي ان دايما بيبقى في اليوم في بلك او فتره كامله كده تركيزك بيبقى فيها عالي جدا، وانجازك وتحصيلك بيبقى فيها سريع، وبتقدر تخلص حاجات كتير. فالفتره دي هي اهم فتره في اليوم، وهي دي لازم تاخد بالك منها وما تضيعش فيها لحظه، مش دقيقه ولا ثانيه، لحظه. الفترة دي بتختلف من شخص للتاني، فانت في ناس كتير بيبقى الفترة دي بالنسبة لها فترة الصبح بعد الفجر، الناس لسه نايمة ما صحيتش. الثانية لا، بيبقى بالنسبة لها الفترة دي هي اللي بتبقى مثلا من بعد العشاء لحد الفجر والناس بتنام. انا شخصيا بنصح بيه، انا والله من الناس الاولانيه اللي بتحب فتره الصبح جدا 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 وبتعرف تنجز فيها فعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بورك لامتي في بكورها. وطبعا مش محتاج اقول لك ان انا بتكلم على واحد ما بينزلش غير الدروس او المراجعات اللي هو عايز ينزلها بس، ومعظم حاجته اونلاين او خاص بقى حسب ظروف كل واحد يعني. حضرتك هتصحى قبل الفجر بنص ساعة عشان تصلي ركعتين قيام ليل، تدعي ربنا انه يبارك لك في اليوم ويرزقك البركة فيه، وبعد كده تقعد تدعي بكل اللي انت عايزه، سواء كلية بقى، مجموع اللي انت نفسك فيه، ادعي زي ما انت عايز. بعد كده هتبدأ تصلي الفجر، هتكون على الأذكار بتاعت الصباح، تقرا صفحتين قرآن. بعد ما تفطر بقى وتلبي نداء الطبيعة وكل حاجة انت عايز تعملها، انت دلوقتي ساعة تقريبا الساعة 5 الصبح، معاك بقى من الساعة 5 الصبح لحد الساعة 12 الظهر، معاك 7 ساعات مذاكرة صافيين. عندك بقى في كذا نظام لتقسيم ال7 ساعات دول. انا مثلا لما ببقى ورايا حاجات كتير، اكون متلتله خلاص داخل على امتحان قريب، تلاقيني ما بقومش الا لما بحس ان انا خلاص مش مستوعب او مش مركز او عايز اقوم اعمل اي حاجه، خلاص مش قادر. دي بتبقى فصلاتي ما بين المذاكره. انا ماشي في الموديول عادي كده زي دلوقتي مثلا، فانا دلوقتي باخد مثلا ساعه و10 دقائق راحه. مثلا ماده انا مش طايقها ويعني عايز اقوم بالعافيه، مش عايز اذاكرها اصلا، فبشتغل بقاعده 25 دقيقه مذاكره و5 دقائق راحه. ليه؟ عشان ما بتحسش ان هما مجرد 25 دقيقه هتخلص فيهم حته معينه وخلص الموضوع. وعندك الثلاث طرق دول، امشي على الطريقه اللي تريحك وزي ما قلت لك. طيب الحمد لله وصلنا الساعه 12 الظهر، ده ساعتها هتروح تنزل تصلي الظهر، وبعد الظهر بقى تمسك موبايلك كده تفتحه. خد بالك، انا عايزك في الفتره اللي فاتت دي ما تعملش اي حاجه موبايلك، وابعد موبايلك عنك تماما، لانه والله شوف انا ما بشوفش الغيب ولا اعرف انت مين ولا اسمك ايه ولا اي حاجه، بس والله العظيم موبايل هو اللي هيبوظ لك النظام ده كله. خلينا سوا كده، وبجد ما تمسكش موبايلك طول فتره الصباح. اعمل التو دو ليست بتاعتك من بالليل واكتبها على ورقه، خلي دايما نظامك ورقي. الورق احسن بكتير من الموبايل، والله يخليك تنجز جدا. مفيش ورق مش هيطلع لك انستجرام ولا تيك توك ولا فيسبوك ولا اي حاجه من الحاجات دي، فصدقني خليك ورقي. احسن حاجه هو الورق، بجد بجد احسن حاجه الورق في اي حاجه. بالك من حته الموبايل دي، انا بقول لك اهو، هتمسكه امتى؟ تمسكه يا عم بعد صلاه الظهر، اقعد امسك ربع ساعه كده، شوف رسائلك الدنيا اللي بعتها لك. انت بعد كده تقريبا هتبقى الساعه 12 ونص، من الساعه 12 ونص واحده دي لحد الساعه 3 ونص العصر، انت برضو قاعد بتذاكر. ليه؟ لانك في معسكر. زي ما قلت لك انا بعتبر معاك ان انت ماشي مثلا اونلاين معظم موادك، وما بتنزلش على الحاجه اللي انت محتاج فعلا تنزل لها. وصل الساعة 3 ونص، هيبقى ساعتها هيأدي العصر عليك تنزل تصلي العصر، وبعد العصر بقى معاك من العصر المغرب ساعتين كمان مذاكرة. شوف بقى احنا وصلنا كام ساعة دلوقتي. عندك بقى من المغرب للعشاء، انا شايف يا عم انك تقعد تريح شوية عشان جددت طاقتك كده، وتعمل اي حاجة مثلا، اسمع فيديوهات يوتيوب، اعمل اللي انت عايزه زي ما انت تحب، اعمل اللي انت عايزه يا عم في المغرب للعشاء دي عشان تقدر تكمل. في حالة انك ناوي تزود نومك عن 5 ساعات، والله لو انت ناوي تزود نومك عن 5 ساعات، لا معلش هتذاكر الساعة اللي ما بين المغرب والعشاء، وبعد كده من بعد العشاء انا مثلا بقول انك تذاكر ساعتين وبعد كده تنام 5 ساعات. لا، ممكن بقى تاخد من الساعتين دول نوم ولا حاجة. فبحيث انك من الساعة 8 ونص للساعة 10 ونص ده بتذاكر، ومن 10 ونص بقى ل 3 ونص هتنام ال5 ساعات اللي أنا قلت لك عليهم. انت تقريبا معاك 14 ساعة مذاكرة صافي. فانت عندك مثلا 14 في ال10 ايام اللي انا بقول ان هم يبقوا المعسكر، حسب بقى انت شفت بقى الفيديو بعد قد ايه. انا مش بتاعتي دي، باذن الله النهارده الخميس، انا هحاول اخلص الفيديو كل حاجه النهارده الخميس عشان ترفع الجمعه. وفي حاجه مهمه عايز اقولها لك، هي انك اوعى تسمع كلام اي حد في المعسكرات ويقول لك ذاكر كذا وما تذاكرش كذا. انت هتذاكر اللي ناقصك انت واللي انت عارف انك محتاج تذاكره. ما تذاكرش الماده اللي انت مذاكرها 100 مره قبل كده عشان المدرس بتاعك قال لك ذاكر عليها كمان. انت هتذاكر الحاجات اللي انت فعلا محتاج تذاكرها. فالجدول انت اللي هتحطه، بحيث انك هتشوف التراكمات اللي عليك تقسمها فصول، الفصول هتقسمها دروس، وتبدا توزع الدروس على ايام اللي انا بقول لك عليها. انت عندك المعسكر ان شاء الله هيبقى من يوم 21/4 ليوم 30/4، عندك 10 ايام كاملين اهم. حسب انت هتشوف في الفيديو جاي، ممكن مثلا يبقى بالنسبه لك اسبوع بس. هتابع معاك على قناه اليوتيوب باذن الله، هكتب لك الرساله بتاعت الصبح، ونفس الرساله دي هكتبها برضو في جروب التليجرام لو انت مش موجود فيه، اللينك موجود تحت في البايو. عشان انت حبيبي، بس هديك نصيحه كمان اضافيه كده، انك لازم تذاكر كل حاجه على انها اخر مره تذاكر فيها. لازم تزود تركيزك في كل حاجه، ولو عايز تعرف ازاي تزود التركيز بتاعك في كل ماده او في كل حاجه انت بتذاكرها، هسيب لك الفيديو اللي انا عامله تحت برضو في الديسكريبشن تحت، ما ينفعش يفوتك.
وفي النهاية بقى عايزك تشارك المعسكر ده مع صاحبك وتكلموا ان انتوا الاتنين تدخلوا المعسكر سوا، بحيث انتوا الاتنين برضو تشجعوا بعض، فيبقى عندك انا بشجعك واهلك بيشجعك وكمان صاحبك بيشجعك انتوا الاتنين، عشان باذن الله ربنا يكرمكم انتوا الاتنين بالكليه تدخلوا فيها وتدخلوا مع بعض وسوا كمان. زي ما انا مثلا عندي صحاب كتير موجودين معايا في الكليه دلوقتي من ابتدائي. ما تنساش ارجوك تفعل زر الجرس ليه، عشان الفايده بتاعت الفيديوهات اللي زي دي بتبقى مربوطه ومرهونه بوقت معين، خساره بجد انك تفوتها. اشوفك في فيديو جديد، مع السلامه.